السلام عليكم. يلا النهارده نعمل بسكوت العيد، حاجه كده حلوه جدا وسهله وخفيفه ودايبه دوب كده معاكي في كوبايه الشاي بتاعك. يلا بينا على المقادير. عندي 3 بيضات هحطهم عندي في شفشق الخلاط. هتبقى طريقه سهله جدا، مش محتاجه لاي حاجه ولا مضرب ولا اي حاجه. عندي كوبايه من السمنه زي ما احنا شايفين كده بدرجه حراره المطبخ، يعني ولا حطينا في التلاجة ولا اي حاجة خالص. بدرجة حرارة المطبخ عندك هتطلعي وتحضري حاجتك على طول. هنا بقى عندي كوبايتين من السكر البودرة بردك، انا رشيت هنا فانيليا. وهنا عندي اسانس برتقان، حطيت حوالي 10 نقط. لو هتعيري بالمعلقة يبقى معلقة صغيرة من اسانس البرتقان او ريحة البرتقان. هضربهم بالخلاط. عندي بقى هنا ايه كوبايتين من السكر البودرة، وعندي نص كوباية من عصير البرتقال زي ما احنا شايفين كده. بنفس كوباية السمنة انا خدت نص كوباية منها. هنزل عندي بكوبايتين من السكر البودرة. يبقى احنا حطينا هنا عندنا 3 بيضات، رشة من الفانيليا، كوبايتين سكر بودرة، كوباية من السمنة درجة حرارة الغرفة، عندي نص كوباية من عصير البرتقال، وحطيت اسانس برتقال او ريحة البرتقال. هضربهم ضربة حلوة قوي. وبعد كده عندي هنا كيلو من الدقيق، هشيل منه معلقة كبيرة من الدقيق، احط مكانها معلقة كبيرة من النشا. هنا رشيت رشة من الملح. انا هنا شلت برضك معلقة الدقيق. بعد كده احط عندي معلقة كبيرة من النشا بنفس المقدار اللي انا شلت منه الدقيق زي ما احنا شايفين كده. هخلطهم ببعض. عندنا بقى كيس من بيكنج باودر هحطه على كيلو الدقيق. الكيس ده ما بيعادل معلقة كبيرة من البيكنج باودر، يعني 16 جرام. اخلطهم كده ببعض. بعد كده هنزل عندي بقى بالمواد السائلة كلها على الدقيق واقلبهم بطراطيف صوابعي زي ما احنا شايفين كده. انا هنا يعني مسرعة الكاميرا شوية، ولكن انا بقلب بالراحة جدا وبلم الدقيق بس بالخليط اللي معايا ده، مش اكتر ولا اقل. مش عايزة اعجن فيها خالص، انا عايزة بس الم بطراطيف صوابعي اللي احنا